السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا غاليين؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. انا مش عارفه انتوا ازاي ما جربتوش معايا الاختراع ده. لا، لازم تجربوه لان بجد حلو جدا وطعمه خطير. ولادي كانوا قاعدين وقالوا لي يا ماما عايزين ناكل حاجه حلوه، وما كانش عندي غير كوبايه الا ربع من الدقيق، قمت عملت لهم الحلو ده الخطير، سهل جدا ومقاديره مش كتير. بينا ندخل ونشوف الاختراع ابو طعم خطير وتوفير في المقادير ده عملناه ازاي. يلا بينا. اول حاجة في بولة او في طبق كده غويط عندي هبتدي انزل باتنين كده عدد من البيض، هفضيهم وهبتدي بعد كده احط عليهم ربع معلقه من الفانيليا، وكمان معلقتين صغيرين من السكر، وكمان معلقتين صغيرين من العسل الابيض. بعد كده هبتدي ان انا اقلبهم كويس جدا مع بعض. مقادير سهله جدا وبسيطه، وعايزه اقول لكم الحلو ده حلو سهل جدا وبسيط وسريع معانا. اضربه بقى كده كويس لحد ما السكر يدوب معانا. هاجي بقى هنا والبطل بتاعنا كده كوبايه الا ربع من الدقيق، وابتدي ان انا انخله عشان يديني نتيجه حلوه. هحط بقى نص معلقه من البيكنج باودر، وهبتدي كمان احط دلوقتي معلقتين صغيرين من الزيت. افضل اقلب الخليط بتاعنا لحد ما الاقي القوام كده بقى بالشكل ده. هبتدي بس احط عليه معلقتين صغيرين من الميه. مقادير سهله جدا وبسيطه وموجوده عندنا في كل بيت. هقلب بقى كويس جدا لحد ما بصوا القوام معايا هيبقى بالشكل ده، ولا تقيل ولا خفيف. بعد كده بقى هبتدي افضي الخليط في البراد كده بالشكل ده، قلت علشان يسهل عليا ان انا اقدر اشكلهم بطريقه سهله وبسيطه على طول. طبعا تقدري تشكلي زي ما انت حابه. جبت الطاسه، والطاسه عندي تكون ما بتلزقش، حطيتها كده على النار، وابتديت اجيب رشه كده من الزيت بسيطه، واول ما بيسخن معانا بنزل بقى بالخليط بتاعنا كده بالشكل ده. بصوا بقى البراد بيسهل عليا ازاي، حلو جدا، اختراع يا كوتش، حاجه كده خطيره. بحطها بقى بالشكل ده، بشكلها زي ما انتوا كده حضراتكم شايفين. وفي الخطوة دي لازم ولابد النار تكون هادية معانا، اوعوا تعلوا النار عشان هو ما بياخدش وقت وبيبتدي ان هو يتلسع معانا وياخد لون على طول. فما تحاولوش ان انتوا تكونوا معليين النار، هدوا النار عليه. بصوا بقى مفيش 3 دقايق ولقيته اتحمر بالشكل اللي انتوا هتشوفوه. بقلبه بقى بالشكل ده، بصوا اتحمر بسرعة جدا جدا. بصوا سهلة جدا وبسيطة. طيب انا لو ما عنديش البراد ابتديت اطلعه اهو، هعمل ايه؟ هجيب اي معلقه عندي، هرش كده رشه من الزيت، وابتدي باي معلقه عندي ابتدي اشكله عادي جدا، مفيش اي مشكله، سهله وبسيطه وسريعه. ايه رايكم في الفكره دي؟ يلا بقى استاهل بقى تعملوا لي لايك، يلا اعملوا لي لايك وشير للفيديو. يلا يا حلوين يلا قاعدين بتتفرجوا. هبتدي بقى دلوقتي برضو اسيبها لمدة 3 دقايق على النار، وابتدي ان انا اقلبها الناحية التانية. وخلوا بالكم كل ده انا ما عليتش العين خالص. بصوا قلبتها اهو بالشكل ده، اتحمرت معانا ولونها بقى خطير. بصوا جميلة جدا وسهلة وبسيطة وسريعة، ما فيهاش اي مشكلة. هبتدي بقى اقلبها كده. بصوا بقى احلى من القطايف على فكرة، طعمها بجد خطير. هبتدي بقى ان انا اطلعهم في طبق، وابتدي ان انا ارصهم في اي طبق عندي او بورد، وابتدي ان انا احط بقى عليهم اي صوص انا حباه. ممكن احط صوص شوكليت، انا حطيت هنا صوص شوكليت، ممكن احط مربى، ممكن احط اي صوص عندي، كراميل. صوص طري جدا وحلو وخطير وطعمه بجد فوق الخيال. وحطيت عليه كده شويه سوداني من فوق. وبصوا بقى من جوه هقطع لكم واحده، خطير جدا، عجبهم جدا وقالوا لي تسلم ايديك يا ماما وبالف هنا وشفا. دي كانت وصفتنا النهارده، كنت معاكم مي امين، واستنوني في وصفات تانية جايه كتير. باي باي.